متقسمين على 8 مجموعات، كل مجموعه 4 فرق. انت عندك 12 من اوروبا، 12 فريق من اوروبا، 4 من افريقيا، 4 من اسيا، عندك 6 امريكا الجنوبيه، 4 امريكا الشماليه، 1 اوكيانوسيا، وده غير ان عندك 1 البلد المستضيف. فانت احتمال، وده غير ان كمان مفيش مباريات ثالث ورابع خلاص من النسخه الجديده. فانت خلاص، انت كانت دي اخر فرصه سهله في كاس العالم، واخر نسخه سهله انت كان ممكن انت تشارك فيها. فبالتالي انت ما عندكش حل غير ان انت تقاتل علشان البرونزيه الرابعه ليك. طيب سؤال مهم بقى، لما الاهلي خسر في نصف النهائي، طبعا شفت برضو ان ردة فعل برضو الجمهور السعودي كان، او يمكن الجمهور الاتحاداوي مش السعودي، مش هنعمم طبعا، برضو كان مبسوط. هل ده بسبب خروج الاتحاد؟ وهل الحالة اللي بيعيشها او الانتفاضة اللي بتعيشها دلوقتي الجماهير السعودية والكرة السعودية بشكل عام هي دي اللي أثرت في الموضوع، ولا ده كان بسبب انه خسارة الاتحاد؟ لا، خسارة. ممكن يبقى الاثنين، بس العامل الاساسي هو انه خسارة الاتحاد. ولكن انا عاجبني برضو ان جمهور الاتحاد عموما تقبل الهزيمة يعني مش اللي هو في ناس، يعني في فرق لما بتتهزم فبيغلوا، لكن لا هم تقبلوا بهزار. يعني مثلا عندك الاعلامي وليد، فلا لما طلع قعد يضحك واحنا كنا بنهزر وايه يا مصريين، فخدوا الموضوع بضحك بهزار. لكن عكس فرق تانية بياخدوا الموضوع بتنشنه. طيب لما انت بتتفرجي بقى، انت دلوقتي بتقولي ان انا بتفرج على وليد فراج. اكيد. طبعا هو يعني زميل اعلامي كلنا بنحبه وبنحترمه. هو اصلا مع بدايه انت شفتي طبعا نقطه التحول اللي حصلت طبعا. من حيث ان هو كان تأييده ودعمه للاتحاد قبل الماتش وبعد الماتش اللي هو دخل بحته كلامهم كلهم. بص، هو ممكن الاتحاد برضو كان واخد الثقه زياده من الاعلاميين عندهم اكيد. انت حضرتك عندك الاعلاميين كلهم شهدوا بالاتحاد ده، هو اي نعم فريق كبير، ولكن يا جماعه ما فيش برضو ماتش مضمون 100%. طيب مكسب النهارده هيطلع واحد من الجماهير السعوديه هيقول لك لا العب مع النصر، هقول لك ان احنا لعبنا، تقولي له ايه؟ هقول لك ان فعلا ده اللي ناقص، ان احنا نلعب مع النصر. ده فعلا لعبنا مع الهلال كسبنا 4. في واحد تاني بيجي يقول لك حاجه، بيجي يقول لك العب مع الهلال دلوقتي. هقول لك برضو متروفيتش وسافيتش هقول لك ان مش بالاسامي، زي ما احنا لعبنا مع كريم بنزيما، وساعتها لما كريم بنزيما ما قال ان هو ما كانش يعرف مين الاهلي، ولكن احنا عرفناه ساعه ضربه الجزاء. طب انا هسألك سؤال، نفترض ان كان النادي الاهلي بيلعب في الدوري السعودي، هتديله المركز الكام؟ بس لا، لو النادي الاهلي في الدوري السعودي لا، دي حاجات كتير تختلف. مش هينفع احكم على المركز، لان النادي الاهلي لو في الدوري السعودي وبالفلوس اللي موجوده في الدوري السعودي، النادي الاهلي لا كان من غير اي دعم، بنفس الفرقه اللي بتلعب بنفس الفرقه في الدوري السعودي. لا كان ممكن ينافس على برضه اول 4 مع الاتحاد والهلال والنصر والاهلي. لكن مش مش هيهبط. لا مش هيهبط. لا مش قصه يهبط، قصه هل ممكن يكون بطل الدوري؟ ممكن تبقى فرصه صعبه شويه، ولكن مش مستحيله، لان مفيش حاجه مستحيله عموما. طيب انت بتشوفي مين عامل زي الاهلي المصري في الدوري السعودي؟ يعني تقدري تقولي ان الفرقتين دول شبه بعض في الريتم شويه. ممكن النصر، مع اني ما بحبش اشبه الاهلي قوي، بس ممكن النصر اللي يبقى شويه، النصر والهلال، بس النصر اكتر. طب ليه ما قلناش الهلال، بما ان الهلال دايما متكز، يعني جواه روح وشخصيه البطل؟ بس ماشي، روح وشخصيه البطل. النصر نفس الكلام باللعيبه اللي فيه، ولكن لو هنتكلم عن مستوى النصر عموما فانا ممكن اشبهه شويه بمستوى الاهلي. طيب انت شايفه ان الماتش الجاي هيتلعب ازاي؟ كولر ممكن يبدا ازاي؟ وممكن يحفزوا اللعيبه نفسيا ازاي؟ هو مبدئيا احنا هنكون ريحنا، لان الماتش يوم الجمعه، فاحنا هنكون خلاص لو كولر واللعيبه انتوا ريحوا. لو هنيجي نتكلم على كولر، يعني هل الماتش ده هيكون مصالحه للجماهير؟ هو الماتش اكون او لا اكون، ساعتها اخد البرونزيه ولا ما اخدهاش.
افرح الجماهير، ولا نخرج من اخر فرصه او اخر محاوله سهله في كاس العالم واحنا مركز رابع. فعلشان كده انا بالنسبه لي ان كولر واللعيبه لازم يستغلوا الفرصه دي على قد ما يقدروا. اللعيبه لازم تكون فايقه،